يدلنا ويجذبنا ويأخذنا من زحمة الحياة والدنيا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذا الأمر العظيم هو الذي من أجله جاء في القرآن تكثير الآيات في توحيد الربوبية ومعرفة الخالق الرازق الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويجير ولا يجار عليه. لأن الناس في هذه الدنيا يظنون أو قد يظنون أو قد يأتيهم الشيطان فيجعلهم يظنون أن البشر بيده كل شيء. لا، الذي بيده كل شيء هو الله وحده، والبشر وسائل قد يفعلون وقد لا يفعلون. ولذلك إذا رأيت في القرآن ذكر الله جل وعلا في آية فرددها، فإنها تعالج لوث الدنيا في القلب. فإن الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدنيا ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه.